خدتش قراري النهائي يعني. هو في كام عرض كده، يعني حوالي 3 4 أندية بيتكلموا معايا وكده بشكل طبيعي. يمكن انا قلت طلعت قبل كده قلت ان انا هبقى موجود في نادي حرس الحدود بعد الزمالك. يمكن قلت يعني جبتها صريحة كده. فيمكن الامور ما حصلش اتفاق كبير بيني وبين نادي حرس الحدود لحد دلوقتي. الله اعلم بعد كده في ايه. يمكن موضوع الاسماعيلي الكابتن احمد حسام متكلم معايا بشكل شخصي وعايزينك والكلام دوت، ورحت عملت معاهم جلسة وقعدت وكده وسمعت منهم الكلام. فهي النقطة بس يعني النقطة الوحيدة اللي أنا معترض عليها في موضوع الإسماعيلي اللي أنا عايز أبقى عايش في القاهرة بس. يعني موضوع اللي أنا أبقى سفر وبعيد عن ولادي وكده والكلام دوت ومدارسهم والحاجات ديت صعبة، وخصوصا إن أنا ولادي يعني بنات يعني فلازم أبقى معاهم على طول الفترة ديت يعني.